حبايبي، سلام عليكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كفتة الحاتي بالبرول. كفتة جميلة واقتصادية، جميلة جدا جدا، لا هتفك معاكي ولا هيجرالها اي حاجة. تحفة تحفة تحفة. ان شاء الله باذن الله تعمليها وتجربيها، ولا تحطيها في الفرن ولا فحم ولا شواية ولا اي حاجة خالص خالص. ومعاها طبق المكرونة الجامد الجميل جدا جدا ده. بألف هنا وشفا يا حبايبي. تعالوا بقى يلا نشوف مع بعض كده هنعمل ايه الكفتة دي ازاي، بحيث انها ما تفكش منك ولا تطرى. وتفضل زي ما هي كده، ايه، سليمة ومفرغة من جوه وهشة وجميلة جدا جدا. بطريقة بسيطة ومقادير قليلة جدا. مش هتحتاري ولا هتروحي هنا ولا هنا. جميلة جميلة جميلة. بصوا عاملة ازاي، يعني بتتقطع. مش طرية، مش. بصوا بس من جوه عامله ازاي، متماسكه وجميله جدا جدا. وطعمها رائع رائع، فظيعه بجد. اتمنى يا رب ان انتوا تعملوها وتجربوها وتقولوا رايكم ايه فيها. هتعجبك جدا جدا، ولا هتفك منك ولا تحطيها في الفرن ولا حاجه خالص خالص. هتعمليها على البوتاجاز من فوق وهتعجبك جدا. يلا بقى نروح ايه نشوف الطريقه والمقادير مع بعض. انا معايا هنا نص كوبايه برول مغسول ومنقوع. مغسول ومنقوع كويس حوالي ربع ساعه. تمام. هحطه في طبق كده فاضي اهو. ده برغل مغسول ومنقوع لمدة ربع ساعة. نص كوباية برغل. حطيت البرغل كده متصفي كويس جدا من المية. وهنا دي معايا بصلة مبشورة، ما صفتهاش من المية، بالمية بتاعتها كده كلها على بعضها كده. تمام. اهو الاتنين مع بعض كده، وهقلبهم كده مع بعض. بس الاول قبل ما اقلبهم احط عليهم معلقة كبيرة بابريكا. بابريكا تدي لون جميل جدا وطعم حلو قوي للكفتة. معلقة اكل كبيرة. هقلبهم كده مع بعض كده كلهم. واحط معاهم انا حتة وانا بفرم اللحمة، جبت حتة بوش من عند الجزار وفرمتها. هحطها معاهم وهقلبهم كويس. كل الحاجات، الثلاث حاجات دول مع بعض، البصل والبرغل والدوش او البوش او حتة دهنة عندك. تمام. هقلبهم كده مع بعض كويس قوي. خد دخل كل المقادير في قلب بعض. تمام. اهو. هقلب كده كويس وهغطيهم وهسيبهم حوالي 10 دقايق ياخدوا بس من طعم بعض. غطيهم كده بطبق وحطيهم على جنب، لسه ما حطيتش اي توابل عليها خالص. تمام. هغطيهم واسيبهم مع بعض، كل المكونات تخش في بعضها وياخدوا من طعم بعض. بعد كده انا جبت اللحمه وحطيتها عليهم، حطيت ملح وفلفل وتوابل لحمه. ملح وفلفل وتوابل لحمه بس، مش اكتر من كده. معايا كمان معلقه من البيكنج باودر. بيكنج باودر بيخلي الكفته هشه وخفيفه، وبرده بيساعد ان هي ما تفكش معاكي. معلقه صغيره او معلقه الا ربع. وهبدا ان انا هدعكهم كده مع بعض. ادخل كل المكونات في قلب بعض كده. دعكيهم كده دعكه كويس، كل المكونات في قلب بعض كده. ادخل البصل والبرغل واللحمه والدهن كله مع بعض. تمام. قلبتهم كويس جدا جدا مع بعض اهو. بس انا في المرحله دي بقى لازم ان انا ايه يعني افرمها تاني. هاخدها وش تاني في الكبه، بحيث انها تطرى وتنعم والبرغل يتفرم شويه مع اللحمه. انا عايزه العجينه طريه جدا، عايزاها طريه ملساء يعني. تمام. انا جبت الكبه وهبدا ان انا ايه هفرمها على مرتين على 3 زي ما الكبه هتاخد معايا. انا عايزاها تدي لما تتفرم تبقى فيها الخيوط اللي احنا بنشوفها دي، اللي ما تخليش الكفته تفك منك. بعد ما فرمتها في الكبه تبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. طريه جدا. جميله. بصوا الكميه كمان زادت معايا، بصوا ناعمه ازاي وملزقه كده طريه. حلوه قوي. هي دي كفته الحاتي اللي احنا بنشوفها عند الحاتي. بصوا عامله ازاي. فيها الخيوط دي بقى، الخيوط دي اللي ما تخليش ايه الكفته تفك منك خالص. اهم حاجه ان انا فرمتها في الكبه كويس جدا. بصوا طريه جدا وبتلزق. هو ده اللي احنا عايزينه. المرحله دي جميله جدا، توصل الكفته للمرحله دي حلوه قوي قوي قوي. معايا هنا طبق انا حطيت فيه ميه بصل، يعني بصلايه بشرتها وعصرتها واخدت الميه منها. هحط عليها شويه بابريكا، نص معلقه بابريكا. هحط عليها شويه فلفل اسود، واحط عليها شويه ملح، وهقلبهم. ديت اللي انا ايه هصبع بيها الكفته علشان ما تلزقش في ايديا. هقلب كده الخليط كله مع بعضه. تمام. يتمنى يا جماعه ان تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك للفيديو.
هنا هجيب السيخ بقى معايا او عصايه شيش طاووق او معلقه او اي حاجه في تناول ايديكي في المطبخ تصبيه عليها الكفته. هبل ايدي من الكفته من ميه البصل، وهبدا ان انا اصبع الكفته علشان ما طبعا احنا عارفين انها طريه جدا، فعشان ما تلزقش في ايديكي ادهني ايديكي بالميه البصل. على فكره طعمها جميل جدا وهيعجبكم قوي قوي قوي، حلوه جدا وسريعه، ومش محتاجه انك تشغلي الفرن ولا تدخليها الفرن ولا تشغلي فحم ولا تولعي فحم ولا اي حاجه خالص. هبدا ان انا اصبع كده وادوس عليها كده على السيخ، صبعيها كده ايه تمام اهو، تتكي كده عليها تمام زي ما انتوا شايفين كده، وابدا اروح سحبها كده من السيخ وحطها في الطبق. هبدا بقى ان انا اكرر ايه الحكايه دي لحد ما اعمل ايه المقدار اللي انا عايزاه. باللي ايدي من ميه البصل بتدي طعم حلو وطراوه جدا، لان الطريه بتبقى تخلي الكفته طريه وجميله قوي اهو. اصبع كده الكفته بالشكل اللي انتوا شايفاه ده، جميل وحلو وسهله وبسيطه واكله سريعه وتنجزيها في نص ساعه تكوني مخلصه الغدا اهو. ايه رايكم؟ جميلة جميلة وطعمها بصراحة في منتهى الجمال، وريحتها كانت حلوة جدا جدا ومنجزة جدا. يعني جاية مستعجلة، جالك ناس على غفلة كده، تبقى عندك الحاجة موجودة في نص ساعة تكوني عاملة أكلة جميلة وحلوة ومغذية وموفرة وجميلة جدا. أتمنى يا رب إن انتوا ايه تشوفوا الفيديو وتعملوها بالطريقة دي وتعجبكم إن شاء الله. انا هنا كده ايه عملت نص المقدار بس كفته، على اساس ان هما يعني اللي موجود عايز حالا دلوقتي، وانا كنتش عايزه اعملها كلها، قلت هعمل شويه واشيل الباقي في الفريزر، اصبعها واشيلها في كيس بلاستيك وتشيلها في الفريزر، تنفعك في اي وقت تاني جنب بطاطس محمره، تبقى جميله جدا. انا هعمل على قد اللي موجودين وخلاص. انا كده عملت الكفته هي زي ما انتم شايفين جميله قوي، نص كيلو لحمه عمل دوت وعمل كمان زيهم تمام. بصوا الباقي اهو كمان هشيله هعمله واشيله في الفريزر اكله تانية جميله. والكفته تخينه وحلوه، مش صغيره ومش رفيعه ولا حاجه. هجيب بس كده السكينه كده واديها شكل كده على الوش كده، تبقى شكلها جميل جدا. لما وانتي بتسويها شكلها يبقى جميل قوي. بالسكينه كده على بحرفها كده هديها رسمه كده كده راحة كده وجميلة أوي، هتعجبكم جدا إن شاء الله. هنروح بقى على البوتاجاز، طاسة كده فيها حتة سمنة صغيرة أو زيت اللي عندك المتوفر عندك، وهوطي النار، أسخن الزيت أو السمنة كويس وأروح موطية النار بقى عشان إيه ما تستويش وتتحرق بسرعة، يعني تتحمر بسرعة وتبقى نية من جوه. هبدأ إن أنا إيه أرصها كده في الطاسة، ولا مية ولا أي حاجة ولا أي إضافات تاني خالص، فيها سمنة أو زيت وتحمريها كده مع بعض ماشي. وهتشوفي شكلها جميل جدا، ولا فكت ولا اتهرت ولا جرالها اي حاجه، زي ما حطيتها زي ما شلتها، والطعم يجنن بصراحه. بصوا بصوا المنظر، بصوا ادي الكفته اللي احنا عملناها، ولا صينيه ولا تشغلي الفرن ولا تشغلي فحم ولا حاجه خالص. بصوا بصوا متماسكه ازاي اهو، بصوا ولا فكت في الطاسه ولا طريت ولا ساحت ولا اي حاجه خالص اهو، متماسكه جدا وجميله جدا، وكان طعمها في منتهى الروعه، كان طعمها حلو جدا بالهنا والشفا اه. بصوا خلصي كل المقدار كده وعلى مهلك والنار متوسطه، ما تعليش النار قوي عشان ما تاخدش لون من غير ما تستوي من جوه. انا موطيه النار عليها بحيث انها تستوي من بره ومن جوه، تاخد من بره اللون الاحمر الحلو ومن جوه تكون مستويه. حطيت انا كملت كده بقيه الطبق، حطيته لما قلت شويه اهو. بصي قلبي كده على الجنب ده وعلى الجنب ده بحيث ان هي كلها تاخد اللون الحلو قوي. بصوا وعلى البقدونس بقى بيدي طعم للكفته فظيع، بتبقى حلوه قوي لما تطلعي الكفته على البقدونس، بيديها طعم حلو قوي. اولا بيمتص الدهون الزياده اللي فيها، والتاني حاجه بيديها طعم حلو قوي 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 اما تطلعيها على البقدونس. بصوا بصوا جميله ازاي، جميله، جربيها ان شاء الله باذن الله تعجبك. الناس اللي بتقولي الكفته بتفك منها، البرغل حلو قوي على فكره بس تصفيه كويس. اتمنى يا رب ان الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.